بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وفي أسعد حال. أنا اخترت الفيديو ده اسم غريب شوية أو عنوان شوية غريب شوية، معلش اعذروني. عنوان الفيديو: يا نصابين الأرانب كلها هجين. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم عصام؟ زي ما بقول لك كده. بص بقى، انا هعتبر نفسي نصاب، لان في ناس كتير قوي 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 لما بتتصل بيا او كده تقول لي احنا عايزين ارنب دوتش، احنا عايزين ارنب بيبيون، احنا عايزين ارنب مش عارف ريكس، الكلام ده كله. انا لو هنصب بقى عليك هقول لك ده انا الوحيد في مصر اللي عندي الارانب الدوتش ب5 الوان. 5 الوان؟ هو الدوتش ب5 الوان؟ بص كده معايا يا حبيبي، ادي معرفش بقى هيبقى ظاهر في الالوان ولا لا. ادي دوتش مشي لونه اصفر اهو، وادي دوتش لونه رمادي، صح؟ طيب، وادي دوتش اسود، وادي دوتش عسلي، وادي ارنب دوتش لونه بني في اسود. 5 الوان. هقول لك هو ده الدوتش اللي انت تشتغل بيه، وانا 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 زي اللي يقول لك عندي ارانب فرنساوي بعين حمراء ومش عارف التوته بتاعتها حمراء كمان، والكلام الفارغ اللي انتوا بتسمعوه ده. طب ما هي ارنبه فرنساوي اهي وعينيها حمراء وكده، هي دي فرنساوي؟ والله العظيم ما فرنساوي ولا تعرف حاجه. هي شكلها كده يا جماعه، بدليل حاجه، ما تبص كده، لو هي فرنساوي بيور واصليه، طب جايبالي الخلفه دي ليه؟ صح ولا غلط؟ طيب التانية دي ما هي شكلها برضو فرنساوي اهي، جايبالي الخلفه دي ليه؟ جايبالي ريكس ليه؟ جايبالي بيبيون ليه؟ ولا دوج ده ولا ايه؟ الله اعلم. طيب ارجع للكلام بتاعنا تاني. يا جماعه الارانب في مصر كلها هجين. انا عن نفسي قسما بالله العظيم ما اعرف الالوان دي جات لي منين، ولكن انا هطبق اللي انا اتعلمته، سواء المحاضرات اللي كنت بحضرها او كنت بقرا كتير عن الارانب او الكلام ده كله. الارانب من الحيوانات اللي هي بترجع لجدود الجدود الجدود، بمعنى ان الارنب بيرد لاهاليه القدام، وبالتالي الارانب كلها هجين. اوعى تقول لي ان انا عندي الدوج الاصلي. طب ما هو يا عم انا بتحداك بقى، عايز واحد بيربى ارانب يجيب لي ال5 الوان الجميله دي اللي هي في الدوج. لا، انت شايف الدوج ده ممكن يجيب لك الارانب كلها سودا، ممكن يجيب لك اي الوان ما تخطرش لك على بال، وبالتالي الارانب يا جماعه بترد للجدود. هو مش في حد بيخلف عيل وتلاقي الاب عينيه سودا والام عينيها سودا بس الواد طلعت عينيه زرقاء، يقول لك اصل جده كانت عينيه زرقاء. انا ببسط لك المعلومه، هي دي الارانب وهي دي المعلومه اللي انا عايز اوصلها لك. اوعى يغرك منظر الارنب ولا شكل الارنب ولا الكلام ده كله. الارانب كلها هجين يا نصابين. اقول تاني، اتفقنا على كده. امال الارنب الحلو ايه يا عم عصام؟ الارنب الحلو يا حبيبي اللي يبقى الظهر بتاعه عريض زي ما انت شايف كده، اللي يبقى الشعر بتاعه ناعم، اللي يبقى ما فيهوش جرب، اللي عينيه تبص كده لعينيه تلاقي عينيه بتلمع ما فيهاش دموع ولا عينيه مقفوله، تلاقي رجليه الكف بتاع الرجل نفسه، بص كده، اللهم صل على النبي، اللهم زد وبارك. يا عم استنى هصور رجلك، خلاص
هصور رجلك وخلاص. بص الكف بتاع الرجل، تلاقي كف الرجل عريض، تلاقي الارنب صحته كويسه ونشيط. هي دي مواصفات الارنب اللي انت تشتريه. ما تشتريش شكل، خد بالك نصيحه مني، اوعى تشتري شكل. نقي ارنب نضيف، ما فيهوش جرب، ما فيهوش تصمغ اذن، ما فيهوش التهاب عرقوب. ارنب يعيش معاك. ارنب لما تخش المكان اللي انت بتشتري منه تلاقي كل الارانب عند الراجل اللي انت بتشتري من عنده والده وحالتها كويسه. ما تخشش مكان تشتري منه ارنب وتلاقي الجرب مال المكان وتقول المكان ده كويس. لا يا حبيبي، اشتري الارنب من المكان اللي هو تلاقي الارانب والده وما شاء الله عليها زي ما انت شايف كده. عملت الفيديو ده اتمنى ان اكون وصلت لك معلومه، عشان ما حدش يقول انا عايز ارنب ريكس، انا عايز ارنب بيبيون. كله بيخلف اشكال والوان غريبه. في نهايه الفيديو اتمنى ان انت اكون فدتك. ونصيحه مني، على فكره في اخر الفيديو يا جماعه، انا خلاص الحمد لله ما عنديش نوتي كبيره بكر للبيع. انا حاليا اللي موجود عندي ارانب عمر 2.5 شهر زي اللي حضرتك شايفها كده. هي دي اللي موجوده عندي للي عايز يبدا مشروع الارانب، والارانب تعيش معاه وتبقى كويسه. اتمنى لما يوصلك الفيديو ان انت تكون في اتم صحه وفي اسعد حال. لو عجبك الفيديو يا ريت تشيره، غيرك يستفيد. اعمل لايك، اعمل اي حاجه يا عم. عايزين القناه تشتغل كده ونكسب. نفسي اشوف الدولارات، والله العظيم 3 ما باخد جنيه قسما بالله العظيم. ولكن انا عايز اكتر واحد يستفيد من القناه. اتمنى لكم كل خير وسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.